السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه بيز لينك نتورك نتوركينج ميد ايزي. التطبيق ده مساحته 31 ميجا، محمله اكتر من 1000 شخص. التطبيق ده تطبيق امريكي موجود في الولايات المتحدة الامريكية. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحتفظ بالبطاقة العمل او بطاقة العمل الخاصة بيك علشان تقدر تستفيد بيها في العمل، او ان انت تحافظ عليها ان هي ما تضيعش او تفقد منك. في حالة ان انت موجود في الولايات المتحدة الامريكية بيكون معاك البطاقة اللي هي بتشتغل بيها. انت خايف انها تضيع منك او تفقد منك او تتسرق منك او يحصل فيها اي مشكلة، فانت بتقدر تحتفظ بيها على التطبيق ده، بحيث ان انت لما تقدم على شغل او وظيفة سواء اونلاين او سواء في اي مكتب او في اي شركة، تكون البطاقة معاك، بتقدر ان انت توريها لصاحب العمل او تبعتها له، او ان هو بياخد منها صورة، بحيث ان هي لو ما بتكون معاك البطاقة الورقية ممكن بيحصل فيها فقد او سرقة او تضيع او آه، تبوظ منك او اي حاجة من الحاجات دي. فده الغرض من التطبيق، ان انت تحتفظ بالبطاقة بتاعتك. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية طبعا لان هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة لان التطبيق موجود في الولايات المتحدة الامريكية فقط، مش موجود في اي مكان تاني. بس كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق والعيوب والمميزات الخاصة بالتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين اكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة، ب10 شهور، بسنة، في الرينج ده، وحمل التطبيق واكتشف فيه ميزة او عيب يكتبها، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء التعليقات الإيجابية أو السلبية عشان تفيد الشخص اللي يتفرج على الفيديو بعديه. عشان بلاقي بعض الناس بتشاهد فيديوهات نازله بقالها فتره طويله، 10 شهور، 8 شهور، سنه، وتقول لي انت في ليه في حاجات موجوده في التطبيق انت ما قلتهاش في الفيديو، سواء الحاجات دي ايجابيه او الحاجات دي سلبيه. ببساطه لان وقت شرح الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. لان انت لو شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها سواء الايجابيه او السلبيه هي اللي موجوده في التطبيق. اما لو شاهدته بعديها باكتر من كده فاكيد هتلاقي تغييرات كتيره في التطبيق، لان دي تطبيقات يعني بينزل لها تحديثات مستمريه. ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر تلاقي تحديث نازل للتطبيق مختلف. بس كده ده يعتبر الشرح المبسط، وشكرا، سلام عليكم.